فكرة فكرة برنامج مدفع رمضان بجد يعني تحسها كده يعني نازلة كده على يعني من الناس من السما بجد والله العظيم. ومحمد رمضان طبعا كفنان نازل بنفسه يفرح الناس. دي حاجة حلوة جدا، بيشوف الناس الغلابة فين ويروح يوزع عليهم فلوس. تقولوا بقى ده مش عارفة ايه ده على بصوا عطاله هو 50,000 مثلا، وعطى الولد الصغير اللي بيشتغل معاه 50,000. تقولوا بقى ده بيعمل شو، طلق لقطة مش عارفة ايه المشكلة ما يعمل، المهم الناس تفرح. ايه المشكلة؟ طب ايه المشكلة لما يعمل؟ يعني ايه المشكلة؟ يا ريت كل الفنانين يعملوا زيه، يا ريت كل الفنانين يعملوا حاجة زي دي. حاجة خير وحاجة جميلة. ما في يعني ايه خير في السر وخير في العلن. ايه المشكلة لما الخير ده الناس تقلده؟ اللي هو مثلا رجال الأعمال الممثلين الفنانين، بدل الإعلانات اللي عمالة ايه بيصرف عليها فلوس كتير ويقول لك اتبرع. طب ما تتبرع انت وخش انزل بدل الاعلانات دي، انزل اتبرع على الناس بنفسك بنفسك انزل. فبصراحة لا يعني انا عجباني قوي الحوار ده. وبصراحة يعني مبسوطة جدا منه. يعني كفاية ان هو بيفرح الناس الغريبة، ومش دول بس، لا هو بيفرح ناس كتير. انا يعني مش مصدقة بصراحة ان ما شاء الله كل واحد بياخد يعني فلوس من فلوس كده. انا عايزة رز انا كمان. صراحة لا يعني حلوة قوي فكرة البرنامج دي، فكرة حلوة قوي، فكرة إنسانية، فكرة حلوة، فكرة خيرة. حاسة ان هو يعني بيفكرني برنامج طارق علام اللي هو دهب دهب. بس بصراحة الفكرة حلوة والله العظيم بجد. شابوه محمد رمضان، واللي يقول عليه بقى ده مش عارفة ايه ده بيعمل شو، اعملوا زيه. اعملوا زيه بقول لكم اهو، اعملوا زيه. انا نفسي تعملوا زيه. على الاقل المستفاد الوحيد كل ده هي الناس الغلابه. بس مش مهم ان هو بيعمل لقطه، مش مهم ان هو بيعمل كده، المهم ان في ناس في الاخر بتستفاد.